حاليا ركبنا المايك وبتكلم من خلاله زي ما واضح امامكم، ومشغله في الوضع العادي، مش اللي هو نويز كانسليشن او نويز ريدكشن او تقليل الضوضاء بشكل عام. انا مش ضليع في اللغه الانجليزيه، فحاليا الوضع العادي. اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، نجرب كده الوضع الثاني. حاليا الوضع الثاني اللي هو تقليل الضوضاء. اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، نرجع للوضع العادي. اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، نرجع لوضع النويز. اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، طبعا لاني في مكان هادي، فيعني ما اعتقدش هيعطيك افضل تجربة في العزل زي لما نجرب في مكان خارجي او دوشة او الشارع. فانا في البيت هكتفي بالوضع العادي، مش تقليل الضوضاء. يعني دي تجربة سريعة، وبيني وما بينه حوالي مش عارف يمكن 20 سنتي. انا مش يعني هو مش قريب مني للدرجة، حوالي 20 سنتي، 15 ل20، 25 بالكتير. يعني مسافة مش كبيرة. ده فيديو سريع كده، ولو أي حد فيكم عنده أي سؤال يقدر يسألني في التعليقات وهجاوبه، لأن الحاجات دي طبعا بجيبها وبتفضل معايا وبجربها، بحيث انت في سؤال أنا ما جاوبتوش في الفيديو، أو مثلا الفيديو ما كانش كافي، تقدر تسألني في التعليقات وهجاوبك لأي سؤال. المهم كده الفيديو انتهى، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا حد عنده أي سؤال يفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.